السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا كيكة شوكولاتة اقتصادية وسهلة جدا وبمقادير بسيطة جدا. هما بيضتين بس ومعلقتين كاكاو، والنتيجة هتديني كيكة طرية وهشة وكمان مليانة طعم شوكولاتة هتعجب الكل. تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف كيكة الشوكولاتة دي اتعملت إزاي. اول حاجه كده في البوله انا هنزل بيه كوبايه واحده بس من الدقيق، معلقتين كده كبار من الكاكاو الغامق الاسباني، وكيس فانيليا، ومعلقه صغيره كده معياريه من البيكنج باودر كيك شيف، ورشه ملح. وهننخل كده كل المكونات دي مع بعضيها كده وهنقلبها ونركنها على جنب، وهنجيب الخلاط بتاعنا وننزل فيه ببيضتين يكونوا كبار، عليهم نص كوباية من السكر الحبيبات، وتلت كوب من الزيت، ونص كوب من الحليب الدافي، ومعلقة صغيرة كده معيارية من الخل. هضرب كده كل المكونات دي مع بعضيها لغاية ما يبيض معايا الخليط ويبقى هش كده وفاتح. وهقلب كده كل المكونات ديت على الدقيق وهقلب كويس. وفي صينية كده مقاس 18 هنزل كده بكل الخليط، واكون طبعا انا اكون دهناها ورشاها رشة من الدقيق، وتدخل طبعا الفرن واختبرها بعود خلة قبل ما تطلع. طبعا طرية جدا وهشة. هحتاج حوالي 50 جرام من الشوكولاتة، عليها معلقة كبيرة من الحليب الساخن، واسيحها كده او على حمام مائي واسيحها واحطها كده من فوق الكيكة بالشكل ده، واحاول اوزعها بالشكل ده، وفرمسيل كده بني واحطها في الحواف بتاعتها من تحت واقطعها معاكم. الكيكه كده الاقتصاديه ديت جاهزه طريه وهشه، وكمان طعم الشوكولاته فيها بيجنن بصراحه رغم ان هي بمقادير بسيطه جدا. فجربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو عجبكم بقى الوصفه ما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.